بسوي معاكم براونيز بالنوتيلا، فجي براونيز بالنوتيلا، مرة فجي بإذن الله بيعجبكم. سبق وشريت حلا من البحرين كان تذكرون، وقلت لكم بإذن الله بالقلده ونسوي أحلى منه، فإحنا اليوم بنسوي أحلى منه بإذن الله. عندي هنا الزبدة راح نحطها هنا، وعندي الشوكولات شيبس راح أذوبهم بالميكروويف مع بعض. هنا يا جماعة حطيته في الميكروويف 30 ثانية وطلعته ورجعته مرة ثانية 30 ثانية، وهم يعني لين ذاب تماما بس تقريبا، وصار بهذا القوام اللي انتم شايفينه قدامكم. راح نحط الآن المكونات الباقية. راح نحط البيض، نوعين السكر، سكر البني الرطب أفضل، راح نضيف الفانيلا، وراح أضيف النوتيلا. طبعا عندي مرتين نوتيلا، راح نضيف الأولى الآن، وراح نخلط هذه المكونات كلها مع بعض، بعدين أعلمكم إيش راح أسوي. ما أبالغ. نخلط المكونات هذه كلها مع بعض لين تمتزج. البراونيز ما يحتاج له خلط كثير وخفق كثير وما أعرف إيش زي الكيك أبدا. هذا القوام بنات. راح أضيف الآن الخليط اللي سويته من شوي، بس كنا ناطرينه يبرد، فراح أضيفه الآن. ونخلط مكوناتنا أيضا مع بعض لين تمتزج كل هذه المكونات. أقولكم أسهل شيء في الحياة عمل البراونيز، حتى لما تسوونه وتاخذونه كمشروع يطلع شيء مرة جميل، مرة جميل وحلو. الحين نضيف المواد الجافة، بس ضروري ننخلها. راح ننخل المواد الجافة، هذا الدقيق وهذا الكاكاو باودر، راح أنخلهم لحد ما تمتزج كل المكونات مع بعض. خلوني أكمل العملية وارجع لكم. هذا القوام بالضبط اللي حنا نبيه، شايفينه قوام ثقيل كذا، يطلع لك البراونيز مرة فجي. ولا حد يقول لي بيكنج باودر في البراونيز، براونيز ما ينحط له بيكنج باودر، اللي يحط له بيكنج باودر بصير كيك. بهذا الشكل شايفين كيف القوام. طبعا لسه ما انتهينا، في لسه باقي عندي مكونات ما حطيتها، يعني لو انتم دقيقين كان شفتوها في المقادير. خليني ارتبه وارجع. راح اضيف الشوكولات شيبس، كنت مخليه جزء، الحين بوريكم ايش بسوي فيه، وهم نوتيلا. بشكل عشوائي لان لسه بنحوسها الحين، بوريكم كيف. بأي عود أو عصا أو شيء حوسي الموضوع هذا بهذا الشكل، حوسي لا تخافين، خليه يندمج كله مع بعض. والآن راح ندخله الفرن، خلي كله يصير فيه نوتيلا ويصير فيه شوكولاتة. تخيلوا بس شوكولات شيبس. راح ندخله الفرن. هنا ما شاء الله تبارك الله خلص، أخذ تقريبا 30 دقيقة بالفرن. إذا شفتوه تكسر من فوق ترى مرة عادي، هو البراونيز المفروض يكون مكسر كذا، القشرة مكسرة ومن داخل فجي. بنخليه يبرد وبعدين بنقطعه. قطعته بهذا الشكل، تقدرون تقطعونه أصغر إذا أنتم أصحاب مشروع أو شيء، بس أبغاكم تشوفونه من داخل كيف. بطلوا تستخدم مرة فجي زي ما انتم شايفين، فجي يعني مرة بالضبط زي ما أنا أبي. خلونا نرتبه ونسوي له جلسة التصوير. شوفوا قوامه يا جماعة كيف، حيل يجنن.
اللي تثق فيني